بيبدأ الجزء التاني من مسلسلنا مع يون اللي بتكون مصابة بسبب البوكس اللي أخدته من هان بالغلط، والشرطة بتكون موجودة حواليهم في المكان كله، وبيتكلم غيهو بإن اللي عمل كده أكيد أعوان القس. وهنا جزء من الفريق بيمشي، فبتسأل يونغ هما مستعجلين ليه، فبيرد عليها الشرطي وبيقول لها إن في طفل ضايع وأمه اتأخرت شوية في الاتصال بالشرطة. وهنا غيهو بيشوف الخبر وبيعرف إنه اختفى في منطقة سيشين هو. في الوقت ده بتوصل الشرطة للأماكن القريبة من مكان اختفاء الطفل، وبيخبطوا على باب أحد السكان، فبيتوتر المجرم، ولكن بتطلع واحدة وبتقول لهم ان ابنها في الاعدادي اصلا وانهم ما يزعجوهاش، ولكن بيدخلوا غصب عنها لما بيشوفوا كوتشي وبيسالوها ده بتاع ابنك، فبترد وبتقول ايوه. بعدها بيطلعوا للشقه فوق وبتقول لهم ما ينفعش الازعاج ده، وانهم مش بيدخلوا غرفه ابنهم جون من غير اذنه، وانه اصلا نفسيته مش احسن حاجه الايام دي، ولكن بيدخلوا الغرفه وبيتصدموا من اللي بيشوفوه وهي كميه الاعضاء الموجوده. وبترد عليهم الام بان جوزها دكتور بيطري وابنها اخد العينات دي لانه نفسه يكون دكتور. وهنا الشرطي بيلاحظ حاجه غريبه على السجاده فبيشيلها وبيلاقي اثار دم، ولما الام بترفع غطا السرير مش بتلاقي ابنها فبتتصدم. اما بقى عند الراجل العجوز اللي بيكون اسمه يون بيتصدم انه قدام الفتى جون اللي هو المشتبه بيه، او بمعنى اصح المجرم او القاتل المتسلسل، فبيديله جون كيس وفي عيون شخص، فبيتخض الراجل العجوز يون وبيخاف جدا. وهنا جون بيقول له ما تمثلش انك خايف، انت السبب لانك حرضتني وقلت لي اعمل كده وهددتني لو ما عملتش كده هتقتلني زي ما عملت مع ابويا. وبيعيط، وبعدها ملامح جون بتتغير وبيضحك. وهنا عزيزي المشاهد احنا قدام سايكو وقاتل متسلسل. اما بقى عند يونغ اللي بيجي لها اتصال من المحقق بيسالها عن هان وبيقول لها لو تعرف معلومات عن الواد اللي اداله معلومات غلط، او لو انت فاكره عنوان البيت بتاع امبارح، وانت اكيد سمعتي عن خبر اختفاء الطفل. وهنا هان بيفتكر الطفل ده وانه شافه امبارح. اما يونغ بقى بتطلب من هان وغيهو يجوا معاها ويجيبوا الكاميرا، وفي الطريق يونغ بتقول لهم ان تقريبا كده الطفل مات والمشتبه فيه واد اسمه جون طالب في اعدادي. فبيقول لها هان ان الطريق ده مألوف بالنسبه له، فبيقول لها يونغ ايوه وهيروحوا عند الراجل العجوز. ولما بيبص هان في الصوره بيقول لها ان ده مش جون. بعدها بيوصلوا على البيت اللي بيلاقوه اتحرق، فبيتخض هان على الراجل العجوز يون وبتمنعه يونغ من انه يعمل اي تصرف لانهم مش الشرطه. وهنا الطالب بيطلع وبيمثل انه بيتخنق وتعبان، وللاسف بعدها بيطلعوا يون اللي بيكون في حاله صعبه جدا وبيتصدم هان من شكله، فبيزعق هان في يونغ وبيقول لها ان انا قلت لك اننا لازم نقبض على المجرم ده قبل ما يعمل اي جريمه تانية. وهنا هان بيتخيل نفسه وهو صغير ومش قادر يعمل حاجه فبيغمى عليه بعدها. اما بقى في بيت جون فبيعاينوا الادله لانه يعتبر مسرح جريمه، والمحقق بيلاقي جثه الطفل في الشنطه في مشهد مؤثر جدا. ولما بتطلع يونغ من المستشفى بتلاقي صحافه كتير وبيجري وراها خطيبها لانه صحفي وبيسالها لو في اي جديد وتقول له على الاخبار. وفي الاول والاخر هو حبيبها ومش هتلاقي اعز منه تقول له، لكنها بترفض تقول له حاجه وبتركب عربيتها. اما بقى عند هان اللي بيفوق وبيسمع التمريض بيتكلموا عن ان جون عيلته غنيه جدا وبيدعي ان العجوز ضربه وهدده يعمل كده. وبيتكلم هان مع التمريض وبيقول لهم انه من فريق تريغر، فبتفرح الممرضه جدا وبتقول له ده انا كنت عاوز اكلمك من بدري بس ما كنتش عارفه اقول لكم ايه. في الوقت ده بنشوف اهل الطفل قدام غرفه المجرم اللي بيكون عليه عساكر لانه يعتبر متهم ومدان، والام هنا بتنهار من العياط فبتقع وبتطلب الممرضه من العساكر ياخدوا الام لغرفه الطوارئ وانها تحرس الباب لحد ما ييجوا. بعدها بيدخل هان لغرفه المجرم اللي بيساله بمنتهى الهدوء انت دخلت هنا ازاي، فبيرد عليه هان ان هو اللي هيساله الاسئله، وبيبدا يساله وبيقول له انت قتلت الطفل ليه، فبيرد عليه جون انه ممكن يصرخ عادي. فبيقول له هان كده بلا مبالاه اتفضل. فبيقول له جون طيب اقفل تليفونك لان هتكلم دلوقتي بقى اهو. وبيبدا يتكلم جون وبيقول له هو انت خلصت دراستك في الجامعه؟ اصلا مش انا اللي قتلت العجوز ده انت، وانا سمعتك في الماركت لما كنت بتقول انك هتقتل الفاعل وانك من فريق تريغر. حتى بص ده الكل بيتعاطف معايا وانا صغير على اني ادخل السجن اصلا، وفريق تريغر بتاعك ده ما يقدرش يلحقني انا اقوى منكم. وهنا ملامح وطريقه كلام جون بتتغير وكانه مستمتع وبيقول له انا بحب اشوف الناس بتموت وبتنزف زي عالم الفضاء يوري، انت ما تعرفوش دي كانت عينيه جميله جدا. في الوقت ده الشرطه بتوصل فجون بيقول له هيتقبض عليك يا معلم. فبيضحك هان بهستيريا وبيقول له انت عارف احنا بنقول ايه على اللي شبهك، انك فاشل وملكش لازمه الحقيقه، انت نكره يالا وانت فعلا قاصر، لكن ده هينفعك في المحكمه بس ومش هينفعك معانا. انت عمرك سمعت عن حقوق الانسان ولا انت تخصص جرائم الانسان بس؟ ولا تزعل نفسك احنا فريق تريغر وهنسمعها لك. بص يا صاحبيك الخطيئه القديمه تغطي على الطريق الطويل، وطالما البرنامج بتيجي عليه مشاهدات عاليه ايه المانع لو دمرنا حياتك مثلا؟ فبيرد عليه جون وبيقول له مش مهم عادي. فبيقرب منه هان وبيقول له طب اسمع بقى يا فاشل، انا هستخدم فيديو جرايمك وهطردك بيه بقيه حياتك، والفيديو اللي معايا هيعذبك حتى بعد موتك، فجود لك بقى يا برنس. فبيمسك جون الفون بتاع هان، لكن هان بيقول له مش بس التليفونات اللي فيها
فيها كاميرا يا لوزر. بعدها بيطلع هان للشرطه وبيقول لهم انتوا مش شايفين شغلكم ليه؟ ده انا اتلخبطت في الاوضه دي وبحسبها بتاعتي. ولما بيمشي بيلاحقوا الشرطي اللي بيمسكه وبيقول له انت من فريق تريجر صح؟ انا عاوزك تنشر القصه دي، لازم حق الطفل يرجع. فبيطلع هان من جيبه كاميرا فيديو صغيره كان حاططها في باب اوضه المجرم اول ما دخل. في الوقت ده بنروح ليونغ اللي بتوصل لبيت العجوز وبتشوف الكاميرا اللي حطتها وقت ما زارت الراجل العجوز. فبيدخل عليها المحقق وبيقول لها انا بحسب اننا في فريق واحد وانت كده بتوقفي مسار العداله وبتخفي الادله. فبتقترح عليه يونغ انهم ياخدوا الكاميرا علشان يصلحوها لانها اتحرقت، وهتوري له التسجيل بس بشرط يوريها سجل الهجره للاشخاص. في الوقت ده بنشوف محامي جون في مؤتمر صحفي وبيساله هان لو يعرف ان موكله جون استنكر في شخصيه بنت وراح للعجوز وهدده وانه مضطرب نفسي ومستمتع باللي بيعمله. فبتلحقه يونغ وبتاخده على جنبه وبتقول له اللي بيعمله ده غلط ولازم يكون في مستوى ذكاء اعلى من كده. فبيقول لها هان انا حاسس ان ده غلطي لان ما زرتش الراجل العجوز يون، ولو زرته كان زمانه حي. فبترد عليه يونغ ان اللي حصل حصل وما تركزش في الافتراضات. فبيقول لها هان طب احنا لو قلنا اننا هننشر القصه ده ممكن يغير حاجه في القضيه ويتعاقب جون؟ قولي لي واديني اي امل. فبترد عليه يونغ وبتقول له انك المفروض انت اللي تزرع الامل ده. وهنا بيجي غيهو في وقت غير مناسب الحقيقه وبيقول ليونغ ان هان هو اللي عامل المشاكل دي وانا اللي لبست. فبتتكلم يونغ وبتقول لهان لو عاوز تشوف الامل يبقى تيجي معانا دلوقتي وانا هوريهولك. وهنا بنشوفهم وهم بيتفرجوا على فيديو الجريمه وجون ضرب نفسه بالسكينه بحجه دفاع على النفس وبعدها قتل يون. وهنا يونغ بتاخد بالها ان يون كان ماسك حاجه معينه في ايده وبتسال ايه هو. فبيبص هان على كاميرا الفيديو الصغيره اللي معاه وما بنكونش فاهمين القصد من ده كله. بعدها بتطلب يونغ من المحقق انه ما يجيبوش سيره تريجر في الاخبار لما ينشروا القصه وخصوصا اسم هان علشان ممكن يطلعوا اشاعه ان هو السبب في كل ده لانه اخر واحد زار يون. في الوقت ده بنشوف غيهو عند هان عند اهل الطفل علشان ياخدوا منهم اي اقوال جديده ويعملوا معاهم لقاء. فبتركز ام الطفل في وش هان وبتفتكر ان هو نفس الشخص اللي استفزها وادى لابنها مصاصه قبل ما يموت. في الوقت ده بتطردهم بره. فبيتعصب غيهو على هان لانه ما قالوش اي حاجه بخصوص اللي حصل وانه حطه في موقف زي الزفت وانه بيتمنى الارض تتشق وتبلعه بسبب الكسفه اللي هو فيها وانه بيندم انه اخده معاه وان يونغ هتزعق له بسبب اللي حصل. ولما بيمشي هان بيلاقي في وشه واحده جاره اهل الضحيه وبتساله هو انت صحفي؟ فبيقول لها بتسالي ليه؟ فبترد وبتقول له لا لا مفيش حاجه وبتسيبه وبتمشي. في الوقت ده بنروح لجون اللي بيكون ماسك تليفونه وبيلعب ولا همه من اي حاجه لدرجه ان المحامي بتاعه بيضحك بسخريه من كتر اللامبالاه بتاعت جون وبيساله لو في اي حاجه هو مخبيها وما قالهاش. فبترد الام ان مفيش اي حاجه وكله تمام. في الوقت ده بنرجع لغيهو اللي بيعتذر لانهم فشلوا وما عملوش المقابله وكل ده بسبب ان في يوم كان هان ماشي وشتم ام الطفل فهي مش ناسياله الموقف وطردتهم. وهنا هان بيتدخل وبيقول لهم ان الافضل اننا ما نركزش على الم الضحايا ونركز على مدى قسوه المجرم جون ونبين حقيقته للعالم كله. وهنا هان بيطلع لهم كاميرا الفيديو اللي سجل اعترافه من شويه. فبيسالوا غيهو لو زاروا في المستشفى فبيرد عليه هان بانه عمل كده فعلا علشان يوصل لاي دليل يدينه. وبيتعصب غيهو لانه عمل ده لوحده في حين انهم فريق واحد وكان لازم يقول له او يشاركوا الراي حتى. فبيرد هان ان دي مش اول قضيه قتل لجون اصلا وفي قضيه تانية عملها وهو طفل وانه عمل حاجه تانية من غير ما ياخد رايهم. في الوقت ده بنشوف هان عند الست اللي قابلها من شويه اللي هي جاره اهل الطفل وهي بتحكي له ان من 4 سنين كان في طالب في سنه ثالثه وكان عنده اخ عمره 5 سنين واللي بيعاني من متلازمه اضطراب النمو واخوه الاصغر ده مات غرقان والكل قال ان دي حادثه لكن الحقيقه ان انتشرت شائعات ان اخوه الاكبر ده قتله وان جون اللي الاخبار انتشرت عنه مؤخرا هو ده الاخ الاكبر. في الوقت ده بنرجع فلاش باك وقت ما الشرطه كانت موجوده يوم الحادثه والعامله راحت تحكي اللي شافته للشرطه لكن بتوقفها الام وبترفض تعترف باي حاجه وانها تروح البيت احسن. فبيرد هان وبيقول لها يعني الشرطه ما حققتش في الموضوع. وهنا بنشوف هان وغيهو مع العامله وهان بيقول لها بس كان في خرابيش في ايد جون يوم الحادثه. فبتقول له العامله ان الام وقتها قالت ان ده طفح جلدي وبيتعالج منه. وهنا العامله بتستعطفهم لو ممكن ما يزعوش اسمها ولا صورتها في الاخبار علشان ممكن يقتلها جون لو عرف اللي عملته لانها المربيه الوحيده اللي اشتغلت عندهم. فهنا هان بيلعب عليها وبيقول لها طبعا زي ما انت عاوزه بس انت تعرفي اننا لو ما قدمناش التسجيل واعترافك ده كدليل هو ممكن يخرج وساعتها يعمل جرائم تانية خصوصا انه قال لي انه عايز يقتل 100 شخص. في الوقت ده بتتوتر العامله وبتخاف وبعدها بتقول لهم يعرضوا المقابله علشان يتحبس وما يطلعش من السجن وبالتالي هي تعيش. وهنا خطه هان نجحت. بعدها بنشوف هان وغيهو وهم بيعملوا مونتاج لفيديو جون اللي سجله هان وقت ما كان في المستشفى وبيتكلم هان انهم لقوا في ايد العجوز يون عيون الطفل مين وانه كان ماسكهم جامد حتى وهو بيموت علشان يحميهم. في الوقت ده بنشوف الفريق وهم
وهم متجمعين علشان قرروا يعملوا من الاحداث دي زي فيلم وثائقي علشان يعرفوا الناس حقيقة اللي حصل. بعدها بنشوف يونغ في الاخبار وهي بتعرف الناس اللي حصل، وان جون كان متلاعب وراح ضحيته طفل ملوش ذنب. وهنا بيظهر كل حاجة عملها جون من البداية، من التنكر في شخصية بنت لخطف الطفل مين وقتله كمان الراجل العجوز يون. في نفس الوقت ده بيتفرج جون على الاخبار اللي بتقولها يونغ، وهنا بيبان عليه الرعب والخوف لاول مرة في حياته. في الوقت ده بتيجي الشرطة وبتعتقله اخيرا علشان نلاقي حق العجوز يون والطفل مين. الغريبة بقى عزيزي المشاهد انه بيكون ماشي بطريقة لا مبالاة خالص، طبعا لانه سايكو ومش همه حاجة. في الوقت ده بتكون يونغ واقفة بره المستشفى وبتصوره، فبتهجم عليها امه وبتزعق فيها وبتقول لها انها مش من حقها تعمل كده وتحاسبه على كل ده. فبترد يونغ بهدوء انه كان قاتل متسلسل اسمه ادوارد، بدأ سلسلة القتل بتاعته بالحيوانات وبعد كده البشر، واخر ضحية ليه كانت امه لدرجة انه فصل راسها وكان بيلعب بيها كمان. فانت المفروض تشكرينا لاننا خلصناكي من مجرم وقاتل كان ممكن يقتلك في اي وقت. على الاقل يا شيخة انت لازم تحس بشوية رأفة على الضحايا اللي ماتوا. ده انت المفروض ست عاقلة يعني، ولا انت ما تعرفيش حاجة عن العقل؟ انت ناسي ابنك التاني اللي مات على ايده ولا ايه؟ بعدها بيبص جون ليونغ نظرة كلها تحدي. وهنا بنشوف هان عمل جنازة للراجل العجوز يون، وللاسف ما بيكونش حد فيها لانه ملوش قرايب اصلا. فبيقعد هان في زاوية كده يرسم. بعدها بتيجي يونغ تحضر الجنازة ومفيش ثواني وبيجي بنتين كمان يحضروا الجنازة، وانهم شافوا العجوز في التلفزيون. ومش هم بس، لا بعدها بيجي اشخاص كمان، وده طبعا علشان اللي عمله الراجل العجوز. وبعدها يونغ بتبعت لهان رسالة وبتقول له هل يا ترى بقى لقيت ايمانك؟ في الوقت ده بنشوف شخص مش باين وشه قوي في مكتب فريق تريغر، وبياخد ملفات كتيرة من المكتب وبيحطها في عربيته. وبتوصل يانغ على المكتب فبتلاقي استمارة سحب دعوة اللي كان مقدمها هان. لو تفتكر معايا عزيزي المشاهد في اول مسلسلنا مع اول قضية بخصوص القس كيم كان قدم هان فيها دعوة ضدها علشان تبعد عنه، وهنا هو سحب الدعوة والدنيا بقت بينهم صافية لبن حليب يا قشطة. في الوقت ده بنشوف يونغ وهي بتفتح كتاب قديم في صورتها مع اهلها، وبتاخد فون قديم بس فجأة بتوصل لها رسالة فيها صورتها في وضع مش كويس. فبتتخض وبيقع منها الفون، وبتكون من دكتور تريغر اللي بيحاولوا يعرفوا هو مين وليه عاوز يشوه سمعتها وسمعة الفريق. وهنا بنشوف يونغ وسط مجموعة كبيرة من الصحفيين اللي بيحاولوا يسألوها عن الإشاعة اللي طلعت عليها بخصوص الصورة، وطبعا بتتهرب منهم. فبيجي هان علشان يحميها منهم وبيقول لها يلا نمشي، بس هي بترفض وبترجع تتكلم مع الصحافة وبتقول لهم انها مش مجرمة وما عملتش كل ده ومش هتسمح لحد يشوه سمعتها اكتر من كده. ومن بعيد بنشوف ان في واحدة مراقباها وبتبص عليها واسمها تشو. اما بقى في الاخبار فبيذيعوا خبر عن ان في واحدة اسمها لي متهمة في قتل والدها، والقضية بقى لها 4 شهور واول جلسة للمحكمة النهاردة. وهنا بنشوف خطيب يونغ وهو بيكلم مذيعة اسمها يوريم وبيسألها لو هي نشرت صور يونغ وطلعت الاشاعة انها مش كويسة. فبتقول له يوريم فرضا يعني انا عملت كده فيها ايه؟ فبيقول لها انت مجنونة. في الوقت ده بتوصل يونغ المكتب وبتوري هونغ وكان رسائل من تشو اللي كانت حبيبة سي يونغ القضية اللي هي شغالة عليها. وهنا بيقول لها المدير انا قلت لك فكك من القضية الملعبكة دي وما سمعتيش الكلام، وان اي صحفي كان بيلاحق الست دي كان بيروح في خبر كان وما نعرفش عنه حاجة، وهل انت عاوزة يحصل لك نفس اللي حصل لهم؟ اما بقى في قاعة الاجتماعات بيكون موجود هان وتشو اللي بتوقع الخاتم بتاعها عن قصد وبتطلب من هان يجيبه لها. فبيكسفها وبيقول لها جيبي لنفسك، وبتاخد تليفونه وبتسجل رقمها فبيسحب منها الفون. بعدها بتدخل يونغ وبتطلب من هان انه يخرج، لكن بتصر تشو انه يفضل عادي. وهنا بتسألها يونغ عن سي يونغ فبترد تشو انها ما سمعتش الاسم ده من زمان قوي. يا شيخة ده انت قديمة موت. فبتقول لها يونغ ان اخر ليلة كان فيها سي يونغ حضر حفلة للشخصيات المهمة لاول فيلم مثل فيه. في الوقت ده بنرجع فلاش باك يوم 10 فبراير سنة 2004 وبتقول لها انت اتصلت بسي يونغ وانت اخر واحدة شفتيه قبل ما يختفي وكان معاكي شنطة وقتها، فلو تسمحي يعني ممكن تقولي لي الشنطة دي كان فيها ايه؟ فبترد عليها تشو بتقول لها انها مش هنا علشان تحقق معاها ولكن علشان تقول لها معلومة سرية. وهنا بتسأل تشو هان لو كان اتجوز قبل كده، لكن بيرد عليها وبيقول لها انها تركز على صلب الموضوع. فبتقول تشو ان السر ده انا كنت ناوي احتفظ بيه لنفسي لحد ما اموت، لكن يلا ما يضرش هقول لك وامري لله. الليله اياها في واحده تانية زارته وكانت حاطه نوع برفيوم معين اسمه لارين، اكيد انت عارفاه بما انك ست. فبترد يونغ وبتقول لها بس سجل الكاميرات والتحقيق اثبت انك كنت الست الوحيده اللي زرت سي يونغ، ولو انت فاكره شكلها مثلا ممكن تقولي لي على مواصفاتها. فبترد تشو انها كانت طويله ورفيعه. لا ونعم الافاده يا اخت تشو، جبت الدب من ديله فعلا. فبتقول لها يونغ اشمعنى الوقت ده اللي قررتي تقولي فيه الكلام ده؟ فبترد شو وبتقول لها انت شكلك كده ما حبيتيش قبل كده، انا كنت ممكن اتخلى عن حياتي علشانه وقتها وعملت كده علشان احميه. بعدها بتسيبهم وبتمشي وسط حيرة كل واحد فيهم. وهنا بيدخل غيهو وبيسأل هان هو مين سي يونغ اللي
انتم مصدعين دماغي بيه ده؟ فبيرد وبيقول له انه كان نجم رياضي، بعدها اتجه للتمثيل ومثل اول دور ليه اللي عمل ضجة كبيرة، بس بعدها اختفى في ظروف غامضة وفيلمه جاب اعلى الايرادات، وكان دايما بيرتبط بالبنات الجميلة. لكن لعبة الحظ كان لها دور تاني لما ارتبط بتشو، ودي بنت رئيس مجموعة هان كونج المشهورة عالميا. في الوقت ده بتسألهم يونغ لو هيشتغلوا معاها في القضية دي، لكن محدش بيرد عليها فبتزهق وبتمشي. اما هنا بنشوف يونغ في مكتب هونغ ومعاهم واحدة زميلتهم، بتقول لهم ان كان في قضية هي شغالة عليها من 4 شهور بتخص بنت اسمها يومي، متهمة في قضية قتل ابوها واتحكم عليها ب 18 سنة، بس الاب اصلا ما ماتش، وده يعتبر حكم كبير على تهمة زي دي. وفي الاصل والدها ما كانش كويس لانه كان بيعتدي عليها لمدة 14 سنة كاملين، علشان كده اذته، وده سبب منطقي لكل اللي عملوا فيها. وللاسف امها كانت ساكتة لانه في الاصل كان بيضربها، لدرجة انه قص لسانها لمجرد انها في مرة ضايقته، وكان دايما بيضربها. وبتقول لهم زميلتهم انها جايه النهارده علشان يساعدوها. وتاني يوم بيروحوا السجن عند يومي، وبتبدا ينغ تكلمها، فبتقول لها لو ممكن تقولي لي نصيحتك، اصل في صور مش كويسه انتشرت عني، وللاسف انا عارفه مين اللي عمل كده وطلع انه حبيبي. الغريبه انه قال هيحميني وبيحبني، وهو اول واحد هني واذاني، وانا بقول لك الكلام ده لان غريبه عني، فما عنديش اي حافز للغدر او تفضحيني. وبتقول لهم انها تستحق العقاب لانها حاولت تقتل ابوها، وبتسيبهم وبتمشي. وبعدها بتوجه كلامها ليونغ وبتقول لها انفصلي عن حبيبي لانه ما يستاهلكيش. اما بقى عند هان فبيكون قاعد في المكتب مع سون ومستنيين المدير العام اللي بيتكلم مع هان، وبيقول له ايه رايك لو تشتغل مع يونغ في قضيه سي يونغ، وشكلكم هتتفقوا مع بعض، بس كل ما تكتشفوا حاجه جديده ومهمه في القضيه تقول لي على طول، وده كارت الشركه بكل الصلاحيات والفلوس اللي تستخدمها زي ما انت عاوز. فبيبحلق هان في الكارت لانه مش مصدق اللي بيحصل. بعدها بنشوف يونغ ومعاه هان عند ام يومي في المستشفى، وبتتحايل عليها يونغ انها تقف مع بنتها اللي عمرها ما زارتها مره واحده طول ما هي في السجن، لكن الام بترفض تتكلم وبتسيبهم. بعدها بنشوف هان وهو بيزعق مع يونغ لما بيعرف حقيقه وقصه يومي، وان ازاي الام تعمل حاجه زي كده. فبترد يونغ انها ما عرفتوش القصه من البدايه لانها عارفه طريقته وعصبيته المفرطه. في الوقت ده بنروح للاكس بتاع يونغ اللي بيكون اسمه هوان، وبيجي له فريق من المحققين التابعين لشركه الانتاج، وبياخدوا منه اللابتوب بتاعه. بعدها بياخدوه هو ذات نفسه، ده انت هتتنفخ نفخ انما ايه هيعجبك. وهنا بيتهموه ان هو اللي نشر الاشاعات عن يونغ لان كل حاجه موجوده على اللابتوب بتاعه. فبيرد هوانغ ان هو ويونغ كانوا مرتبطين اصلا وانه ما صورش الفيديو. فبيرد المدير ان كل ده هيدمر الشركه اللي مصلحتها فوق الكل وفوقك انت شخصيا. في الوقت ده بيتدخل المدير العام اللي بيكون اسمه هيون، وبيقول له انت اكيد عملت كده علشان هي اعلى منك وعاوز تكون زيها، او يكونش مثلا عملت كده علشان تبتزها. اكيد ده السبب، ولا انت ايه رايك؟ فبيتوتر هوانغ وبيتوسل ليه سامحه المره دي، وهيعمل كل اللي يقول له عليه، ده كمان ممكن يعتبره زي الخاتم في صباعه. هنا كده المدير 1 هوانغ 0. وكده عزيزي المشاهد احنا قدام كام حاجه كده خبيثه قوي ممكن تحصل، زي ان المدير العام هيون يجند هوانغ زي ما عمل مع هان علشان ينقل له اخبار يونغ لانه مش بيحبها اصلا. في الوقت ده بنشوف المدير كانغ بيتكلم مع منتج سابق كان بيشتغل في فريق تريغر، وبيساله عن قضيه سي يونغ. فبيرد المنتج وبيقول له يا لئيم انت جايبني هنا علشان مصلحتك بس، عموما قشطه اسال انت عاوز تعرف ايه. فبيساله كانغ عن قضيه سي يونغ، فبيرد المنتج انهم اشتغلوا على القضيه دي وعملوا سبق صحفي وفيديو المفروض كان هيتعرض لايف على التلفزيون، لكن مره واحده الشريط بتاع الفيديو اختفى مع واحد حبيبك انت تعرفه على فكره ويعتبر زير نساء. في الوقت ده بنشوف هيون بيجي له رساله مكتوبه من المذيعه يوريم اللي الاكس بتاع يونغ بيخونها معاها، بتبلغه ان في معلومات عن دكتور تريغر. وهنا عزيزي المشاهد نعرف ان هيون ويوريم بيشتغلوا مع بعض وخونه، لا وكمان زير النساء اللي يقصده المنتج هو هيون المدير العام ليونغ. في الوقت ده بنروح عند هان اللي بنشوفه في المستشفى عند ام يومي وهو بيحاول يستعطفها تشهد مع بنتها وتسيب جوزها ينال عقابه، لكن بترد انها لو سابت جوزها كده بنتها هتكون قاتله. فبيرد هان وبيقول لها كده كده يومي شايفه نفسها كده لان هي لوحدها وانت مش معاها، ولازم تكوني معاها في شدتها، واللي الاب فيه ده هو يستاهله، وبينصحها تعمل حاجه صح في حياتها قبل فوات الاوان. في الوقت ده بنشوف هوان بيقابل يونغ، لا ولابس لي كاب كمان، قال كده يعني متخفي ومحدش هيعرفه، وبتطلب يونغ تساله شويه اسئله اخيره قبل ما ينفصلوا خالص. والسؤال الاول ليه اخد لها الصوره دي؟ فبيرد هوان اصل كان شكلك حلو قوي وقتها فاخدتها. فبترد يونغ وبتقول له كل ده كلام فاضي. السؤال التاني هو انت بجد دكتور تريغر؟ فبيرد بانه ما يعرفش مين ده اصلا وانه بيترعب من خياله، فازاي هيكون شخصيه زي دي؟ فبتقول له يونغ امال انت مين؟ بالمناسبه انا شفت مقالك عن يومي اللي كان كويس بس زي الزفت، وما تسالنيش ازاي هو كده، وبدايه من اللحظه دي مش عاوز اشوف وشك تاني نهائي. فبيقول لها هوانغ ماشي زي ما انت حابه، بس هنعمل ايه في الخاتم؟ هتديهولي؟ هتديهولي؟ فبترمي
بترميه يونغ وبتزقه، وبيروح هوانغ يجري يشوف الخاتم، يعني طلع بخيل وجلده. وتاني يوم بنشوف يونغ في السجن بتطلب زيارة يومي اللي لأول مرة توافق تدخلها، وبتبدأ يونغ كلامها بإنها مبسوطة إنها شافتها ووافقت تقابلها، وإنها سمعت كلامها وانفصلت عن حبيبها زي ما قالت. فبترد عليها يومي وبتحكي معاناتها مع أبوها، وإن في يوم لاحظت إن وزنها زاد ففرحت، لكن اتصدمت لما عرفت إنها حامل، فاضطرت تاخد أجازة من المدرسة وولدت. لكن يوم الولادة أبوها قتل الطفل وما ترددش لحظة واحدة في إنه يسيبه، ومن وقتها قررت إن أنا أقتله. علشان كده أنا عملت ده وأنا مش ندمانة، ولو رجع بيا الزمن هعمل كده تاني. والحاجة الوحيدة اللي مضايقاني إني مش هقدر أودع أمي. فهنا بتحاول يونغ إنها تهديها وتطمنها، وبتقول لها لو أنت مش عاوزة تعترفي على الوكيل عادي. فبترد يومي بإنها موافقة، والأول مرة قدرت تنام بسبب هان اللي غير رأيها. فبترد يونغ وبتسألها بعجب هان هو أنت تعرفيه؟ فبترد يومي بإنه جاب لها رسالة الصبح، وبتوريها الرسالة وهي الكلام اللي قالته أمها لما كان هان عندها في المستشفى، وإنها عرفت خط أمها بمجرد ما شافت الكلام. في الوقت ده بنروح للأم اللي بتقرر إنها تسيب الأب وتختار بنتها. في نفس الوقت بيقف ضربات قلب الأب وبيموت. وهنا بنروح لهوانغ اللي بيقدم طلب استقالته وبيسيب الشركة. بعدها بنشوف يونغ بتتمشى تحت المطر وبتطير منها الشمسية، فبتجري وراها لكنها مش بتلحقها. لكن بيجي الشاب الوسيم بتاعنا هان وبيعمل حركة مجدعة كده، لكن يونغ تهتولة ومش واخدة بالها. في نفس الوقت هي طفلة وبتقرر تلعب تحت المطر. بعدها بيركبوا العربية وبتتعب فبينزل علشان يجيب لها علاج. لكن هنا عزيزي المشاهد بيحصل حاجة غريبة لا على البال ولا على الخاطر. بيجي لها مكالمة من ابو سيون، هوب دبل كيك بيحصل انهيار في مبنى جنبها، وبيكون هان قريب من المبنى، فما بنعرفش المبنى وقع عليه ولا عليها. والهنا بينتهي الجزء الثاني من مسلسلنا. اكتبوا لنا في التعليقات متوقعين ايه اللي يحصل، واستنوا الجزء الاخير في اقرب وقت. سلام عليكم.